بتاعه. بيكتشف ازاي يا دكتور؟ هل عن طريق الأشعة، التحاليل، العين المجردة ممكن تقدر يعني تكتشف هذا المرض؟ الأصل في التشخيص هو الكشف وكلام المريض. يعني مثلا الروماتويد ليه توزيعة محددة في المفاصل، العقل الأخيرة دي ما بيجيش فيها روماتويد، أما العقل اللي تحتها بيجي فيها روماتويد. وبالتالي دي صورة مميزة جدا. إذا العقل دي أصيبت، أو العقل دي أو الرسغين أو الكتفين أو الكوعين أو مفصلين الحوض. ودايما الروماتويد الإيجابي بيجي في الناحيتين زي بعض، يعني يجي في الإيدين مع بعض، يجي في اه الكوعين مع بعض، يجي في الركبتين مع بعض. اه خلاص. القصة دي احنا بنعرفها بكلام المريض وبالكشف على المريض، نقوم نشخصه ونقول له انت عندك روماتويد. خلاص. تمام تمام. ساعات الحالة ما تكونش واضحة، نحتاج معاها تحليل، نحتاج معاها أشعة. بس التحليل والأشعة مش هم اللي يقولوا المريض ده روماتويد ولا لا. لأن تحليل الروماتويد فيه حاجة غريبة جدا مش موجودة تقريبا في أمراض تانية، إن ممكن يطلع في التحليل فيه روماتويد بينما المريض ما عندوش. ازاي طيب؟ في من 15 ل 20% من المجتمع عندهم تحليل الروماتويد إيجابي. فاحنا لو نزلنا الشارع جبنا 20 واحد كده عاديين ماشيين في الشارع ما بيشتكوش من حاجة وحللنا لهم، ممكن يطلع لنا واحد أو اتنين أو تلاتة عندهم في التحليل روماتويد. يبقى في الحالة دي ما دام ما فيش أعراض يبقى ما فيش مرض. طب ده ايه بقى، عنده استعداد؟ ولا عنده استعداد. امال ايه بقى؟ خلاص. ايه هو الرعب ده؟ لا 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 ابدا. هو التحليل ده طبيعته كده، ان اه في ناس عندهم التحليل ده ايجابي. خلاص. ما دام التحليل طلع ايجابي وما فيش اعراض، احنا ما بنشتكيش من اي حاجه وما بناخدش طب علاج. برضه مهم ان هو يروح لازم لدكتور. لازم، لانه ما ممكن ما دام يعرفش ايجابي الاعراض. بالظبط. امبارح في واحده بعت لي رساله اه قالت لي انا ما عنديش اي اعراض خالص وعملت التحليل وطلع روماتويد ايجابي والدكتور خوفني، وفي اخر جمله خالص قالت لي بس كتفي بيوجعني بقاله سنتين. اه فهي مش اخده بالها ان ان الكتف ده اللي ليه بيوجعها علاقة. سنتين ليه اه علاقه بالتحليل اللي طلع روماتويد. خلاص. خليني اقول لك العكس. العكس ان احنا ممكن نقول لحد انت عندك روماتويد والدكاتره تجمع على ان عنده روماتويد ويعمل التحليل يلاقيه سلبي. لان في حاجه تانية اسمها الروماتويد السلبي. الروماتويد السلبي هو مريض عنده كل الاعراض، كل المضاعفات، كل مشاكل الروماتويد، لكن يعمل التحليل يلاقيه سلبي. ده بقى احنا بنتعب عشان نقنعه، نقول له انت عندك روماتويد، يقول لي ازاي وانا مش طالع في التحليل. فلازم نقعد نقنعه ونقول رايح لدكتور تاني متخصص، يقوم يقول له انت عندك روماتويد، يقوم رايح لدكتور تالت متخصص يقول مش له انت عندك مقتنع. روماتويد، يروح لدكتور تاني غير متخصص يقول له مين قال لك انت عندك روماتويد؟ ده ده مفيش التحليل حاجة سلبي، وقف بالظبط. العلاج ده كله. اه طبعا انت لازم تسمع كلام الدكتور المتخصص اللي شاف حالات روماتويد ايجابي وسلبي طول عمره، يقوم يقدر يقول لك انت عندك ولا لا. جميل.